هي ايه العلاقة ما بين القوقع والإنسان؟ انا كل اللي اعرفه عن القواقع ان هي كائنات لذيذه كده وشكلها حلو وموجوده في البحر وخلاص، بس اول مره اعرف ان القواقع دي لها ايه في انها تسبب مرض للانسان. الفكره ان احنا عندنا الكائن ده اللي هي تعتبر دوده بتفقس بيضه، البيضه دي رايحه تعيش في حاجه وبعد كده هتروح تعيش في حاجه كمان وبعد كده هتكبر بقى وتسبب المرض للانسان. المهم حاجه من الحاجات اللي الدوده هتعيش فيها دي هتكون القواقع، فبالتالي احنا هندخل القواقع معانا في انها سبب من اسباب المرض. عندنا دوده اسمها اتش. طب الدوده دي هتعمل المرض ازاي وهتوصل لجسمنا ازاي؟ هي الدوده بتحب الفرهده شويتين، بتبيض بيضه، البيضه دي لازم تعيش في ميه ومش اي ميه، ده لازم ميه مالحه، وتقول لك انا مش هعيش كده وخلاص، انا عايزه اعيش في قوقع ومش اي قوقع. انا عايزه البتاع ده. اوف بقى انا زهقت، انا عايزه اغير المكان اللي انا عايشه فيه. خلينا نختار السمكتين الحلوين دول نعيش فيهم شويه لغايه ما حد يبلعنا ونشوف شغلنا معاه. فانت سبحان الله سبحان الله قررت تختار السمكه دي من كل الاسماك انك هتاكلها، وطبعا انت حظك جميل، انت عارف مين اللي فيها جوه، فالكائن الجميل ده هيكبر ويبقى دوده ناضجه في امعاء حضرتك، وتقعد بقى ترجع لنا وبطنك توجعك ويجيلك اسهال خاص بقى ما تقرفناش، فتقرر تروح للدكتور والدكتور دي مذاكره بقى كويس فتديك العلاج وتقولك يا ابني لما تيجي تاكل سمكه تاني سويها كويس عشان تموت كل الكائنات الثعبانيه دي فيها، وكمان لو هتاكلها بعد ما تتملح وتبقى فسيخ فتاكد انها متملحه كويس جدا. وفي الاخر نشكر الضيوف اللي كانوا معانا النهارده وبس.